السلام عليكم ابو عمو، بالله عليك استحلفك بالله. الرسالة ديت اي واحد يشوفها على اي منصة يبعتها لخالد الغندور، يعمله منشن. المهم ان هي لازم توصل له. دي رسالة من واحد ما بيحبكش. بس اخويا في الله، بالله عليك، بالله عليك لا توصله الرسالة ديت باي طريقة ان انت حاببها يعني. يا عم خالد الغندور، مش هقول لك فتنة والكلام ده عشان الكلام ده خلص زمان، بس اقسم بالله هيشيلوك الليلة في اقرب مشكلة هتحصل للجمهور. واي مشكلة هتحصل فيها مصيبة، لا قدر الله لا قدر الله، ربنا يبعد كل الشر عن اي حد موجود في ارض مصر الحبيبة. بس صدقني والله العظيم والله العظيم هتشيل الليلة. ابعد بعيد خالص عن القصة دي، لان الزملكاوية نفسهم ما بيحبوش الاسلوب بتاعك. ولا احنا اهلاويه، ولا انت اللي بتعمله ده مش اعلام، ولا انت بتكون فاكر ان انت بتحافظ على اكل عيشك. ابدا لا. فنصيحه، مش هقول لك انا بحبك، وانا لا ما بحبكش الصراحه، يعني على مستوى الاعلام والكروه انا ما بحبكش. بس هتحصل اي مصيبه هيشيلوها لك. اديني بلغت، اللهم فاشهد. هيشيلوك اي مصيبه ومش هينفعك سعاده الموسيقار، مش هينفعك اقسم بالله. هيبيعك في اقرب محطه. في اقرب محطه تقول له عايز اروح اسكندريه، هيسيبك في بهتين. اديني نبهتك اهو. السلام عليكم.